طريقة عمل جاتوه الفانيليا جاتوه سوري. بسم الله ونصلي على رسول الله. وهنعمل جاتوه اقتصادي جدا بمقادير موجودة في كل بيت. كل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا هنبطن الصينية بتاعتنا لو ما عندكيش صاج بتاع الجاتوه بورق زبدة، ولو ما عندكيش ورق زبدة يبقى هنبطنها بسمن ودقيق وهتطلع معانا ناجحة جدا. اساسي نشغل الفرن بتاعنا على 180 درجة. دي كده تاني خطوة معانا. رتبي خطواتك كده مع بعض، هتطلع معاكي الكيكة ناجحة جدا مش محروقة من الجناب وما فيهاش اي مشكلة. هنا بقى هنجهز الخليط الجاف اللي هو الدقيق. طبعا لو ما عندكيش دقيق كيك او حلويات هناخد هنا كوباية ونص من الدقيق متعدد الاغراض. ده مج الشاي العادي جدا موجود في اي بيت بالشكل ده. هنا بقى هناخد النص التاني من الدقيق وهنكمل المج النص اللي باقي من نشا الطعام العادي بالشكل ده. يبقى كده معانا كوبايتين، كوباية ونص دقيق ونص كوباية من النشا. هناخد كمان معلقة صغيرة من البيكنج باودر وهناخد ذرة من الملح. خطوة هنا ان احنا ننخلهم كويس جدا مع بعض عشان الخليط يمتزج معانا، النشا مع الدقيق مع البيكنج باودر وذرة الملح. في العجان هيكون معانا 5 بيضات حجم كبير، هناخد عليهم فانيليا. لو من الورق هيبقوا 4 فانيليا، لكن لو فانيليا سايلة يفضل هتبقى معلقة شاي صغيرة تدي نكهة اقوى من الفانيليا اللي هي البودر. بعد كده هنضيف معلقة من الخل، معلقة كبيرة من الخل. كمان هنضيف معلقة كبيرة من محسن الجل، هتلاقوه موجود عند الناس اللي بتبيع مستلزمات الحلويات. بيخلي الكيكة ناجحة جدا. زي ما قلتلك لو انتي اول مرة في حياتك تعملي كيكة هتطلع معاكي المحسن بيخليها ناجحة جدا، بيديكي طعم جاتوه بالظبط زي اللي انتي بتشتريه من محلات الحلويات. هنا هنضيف كوباية من السكر، نفس الكوباية اللي هي 200 ملي اللي احنا شغالين بيها من اول الفيديو. محسن الجل مش غالي خالص يا جماعة، ممكن تشتريه بكمية قليلة، يعني ما تخزنوش في البيت، ممكن تشتريه للمرة الواحدة او يعمل معاكي كمان مرتين. هنشغل المضرب لحد لما الخليط اللي قدامي ده السكر بس يدوب معايا بالشكل ده. هنضيف هنا نص كوباية من المية، مية عادية. المفروض ان الحاجات دي كلها بتتحط مرة واحدة بالدقيق بكله بتتضرب مرة واحدة، بس ده مش عجان ده مضرب، فانا عشان ما تقلش عليه قوي فببدأ اضيف المواد دي سايلة مع بعض لحد لما تعلى معايا الخليط، وبعد كده هنزل عليهم بالدقيق واحدة واحدة عشان الخليط ما يبقاش تقيل على المضرب. لكن لو عندك عجان هتحطي كله مع بعضه مرة واحدة وتبدأي تضربيهم، هياخدوا حوالي 10 دقايق لحد لما تلاقي الخليط ابتدى يفتح معاكي ويتقل ويديكي قوام الاسبونش بتاع الكيك. بنزل واحدة واحدة بالدقيق بالشكل ده، وزي ما قلتلكم مدة الضرب بتكون حوالي 10 دقايق لحد انتوا تلاحظوا ان الخليط بقى ابيض ولونه بقى فاتح. لازم تتأكدوا ان محسن الجل جودته عالية، مش فاسد ولا حاجة، ويعني تجيبوا المكان يكون مضمون عشان يديكوا نتيجة ناجحة. انا عملت قبل كده انواع كتير للسبونج كيك للي مش حابب يعملها بمحسن الجل، وكلها كان نتيجتها ناجحة جدا. هسيب لكم كل الروابط في السهم اللي تحت الفيديو صندوق الوصف، هتستفيدوا منها جدا. هنا بقى هبدأ افضي الخليط في الصينية اللي انا كنت مجهزاها. الخليط ده ما بيقعدش يا جماعة، زي ما قلت لكم اول حاجة هي لازم لما نعمل اي كيكة ان احنا نجهز الصينية اللي احنا هنشتغل فيها من الاول خالص. هنفضي الخليط في صاج بالشكل ده او في الصينية. لازم نبدأ نخبط الصينية بالشكل ده عشان لو فيها اي فقاعات هواء تخرج منها، ونحاول نساوي السطح وندخلها الفرن ومنفتحش عليها قبل تلت ساعة. اخدت معايا حوالي نص ساعة الا 5 دقايق بالظبط، واختبرتها بالخلة لقيتها استوت. بختبرها من النص حتى انتوا شايفين مكان الخلة. طبعا هسيبها لحد لما تبرد خالص، ويفضل كمان ان انتوا تسيبوها لتاني يوم قبل ما نشتغل فيها. هنا بقى عشان نحضر الكريم شانتيه اللي احنا نزين بيه. كل كوباية كريم شانتيه بتاخد كوباية ساقعة متلجة من المية ونص كوباية من السكر البودر. هناخد حوالي كوبايتين من الكريم شانتيه الخام، عليهم كوبايتين مية متلجة وكوباية من السكر البودر. هيطلع معاكوا كريمة حلوة جدا، وطبعا الضرب هيبقى على اعلى سرعة.
والفانيليا زي ما انتوا تحبوا، لو حابين تحطوا فانيليا من دي او فانيليا سايلة، النكهة اللي انتوا بتحبوها بالشكل ده. ونبدأ الضرب على اعلى سرعة عشان يطلع معاكم كريم شانتيه متماسك جدا. ويفضل كمان ان احنا بعد ما نعمله نسيبه يريح في التلاجة حوالي نص ساعة، هيبقى متماسك اكتر. المكان اللي بتزينوا فيه الجاتو او التورتة يكون مكان بارد الى نوعا ما، مش مكان سخن ولا حاجة، عشان الخامات اللي موجودة معاكم ما تسيحش. عشان حاجة ما تبصي يعني، لانها لو ساحت مش هتعرفوا تتحكموا فيها. شكله متماسك وتقيل وطعمه حلو جدا. هنا بقى هنبدأ في التزيين. كده انا قلبت الاسبونج اللي معايا على الصينية، بس انا حطيتها بالناحية التانية يعني عشان اعرف ازين عليها كويس. هنا بقى بجهز جنبي سكين ومية سخنة خالص في البرطمان ده. ويفضل طبعا انها تكون السكينة اللي هي بتاعة الفين والحاجات دي اللي بتبقى مشرشرة، بتقطع بسهولة طبعا اكتر من السكينة دي. مش موجودة يبقى سكينة عادية ومية سخنة، نبدأ نقطع الجاتوه. لما نيجي بقى نعمل الطبقات بتاعة الجاتوه، فانت عندك حل من اتنين. انا عن نفسي هبدأ اقسمه بالشكل ده، وهعمله من 4 طبقات. لو انت حابة تعمليه من طبقتين 2 بس، فانت هتفتحيه من النص هتعمليه طبقتين 2 وبس. بس انا هعمله 4 طبقات بطريقة سهلة جدا زي ما قلتلك، من غير اي معدات تزيين طرط او اي حاجة في البيت، وهيطلع معاكي حلو جدا وشكله حلو قوي. طبعا الطبقة اللي فوق على الوش احنا بنشيلها عشان قطع الجاتوه تبقى متساوية معانا مش اكتر. وانا هوريكم كمان واحنا بنساوي في الجاتوه ان اللي هيطلع منه هنعمل بيه برضو حاجة حلوة جدا وشكلها حلو قوي. هنبدأ نقسمه بالراحة بالشكل ده. بس زي ما قلتلكوا لو السكينة التانية بتبقى افضل طبعا عشان ما تطلعش مننا الحاجات الصغيرة دي. التقطيع بيبقى متساوي جدا وشكله حلو جدا. هنا بقى هقطع الجزء التاني برضو بالسكين. هي الطريقة دي سهلة جدا زي ما قلتلك لو انتي لسه اول مرة. وكده بقى عندي 4 طبقات من الجاتوه. ممكن تعمليه 3 تعمليه 2، دي حاجة ترجعلك انتي. الصينية دي على فكرة هتعمل معانا يعني، انا عملت معايا حوالي 10 قطع، بس القطعة الواحدة 4 طبقات. وكمان كوبايتين بلاستيك يعني كده. لو انتي هتعملي الجاتوه ده من قطعتين هتعمل معاكي اكتر من دستة جاتوه، يعني حوالي دستتين. حاجة اقتصادية وموفرة ونظيفة جدا، وطعمها هيبقى في منتهى الجمال، ومن غير اي ادوات زيادة او معدات او اي حاجة يعني. الاسبونج اللي انا بعمله دايما بيطلع طري جدا ايا كانت الطريقة اللي انا بتبعها. ما بحتاجش خالص ان انا اعمل سيرب واسقيها والكلام ده، تبقى طرية ومش محتاجة يعني. هنا بقى ببدأ احط الطبقات وهبدأ ارصهم فوق بعض. زي ما قلتلكوا لو السكينة التانية هتلاقوا الطبقة طالعة متساوية جدا جدا، بس السكينة دي بتطلع شوية حاجات كده بروزات صغيرة. مش مشكلة يعني يعني هنحاول نظبطها واحنا شغالين. اسهل حاجة بقى انك تحط الكريم شانتيه في كيس تلاجة او كيس حلواني، لو مش موجود عندك يبقى كيس تلاجة. وتبدأي تحط الكريم شانتيه في الطبقات بالشكل ده. الشكل ده حلو، بيعمل معاكي طبقة كريم شانتيه حلوة، وغير كده بيسهل عليكي موضوع الفرد بالشكل ده. حلو جدا وطلع معايا مظبوط قوي. الطبقة متساوية مفيش فيها اي مشكلة حتى في الفرد بتاعها. وهنا بقى هعمل كل الطبقات بنفس الطريقة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. هنا بقى حطيت اخر حاجة اللي هي كانت من تحت عشان هي متساوية. طبعا كل الطبقات جاية في نفس الاتجاه بنفس الابعاد عشان تطلع معايا تديني السطح الاخير. هو المهم جدا بالنسبة لي ان هو يبقى متساوي. هنا انا ابتديت اساوي الجاتو بتاعي بالسكين. اشيل الحواف الزيادة بالشكل ده. زي ما قلت لكم مفيش اي حاجة محروقة او انا بس يا دوبك شلت زيادات كنت بساوي بيها مش اكتر. وهيبقى طعمها حلو جدا. انا مش هرميها زي ما قلت لكم، هنعمل بيها كوبايات جاتو هتبقى حلوة جدا. ببدأ احط الكريم شانتيه اللي هو بنزين بيه بقى في الاخر. بس وانا بشتغل هقول لكم الافضل ان انتوا تحطوا الكريم شانتيه الاول وبعدين تبتدوا تشيلوا الزيادات، هيبقى متساوي اكتر مفيهوش اي زوايد من الجهات يعني. هبدأ اسويه بالشكل ده بالراحة خالص اهو بالشكل ده.
تمام كده، طلع شكله معايا حلو متساوي الى حد ما. هبدأ هنا هجيب ورق، انا بحب اقيس بالورق يعني عشان تطلع معايا كل القطع بنفس الحجم بالشكل ده. يعني انا شفت القطعة كلها اتقسمت معايا على 4، فهقسمهم 4 بالورق. بقى في التزيين النهائي استخدموا اي حاجة موجودة عندكم. ده صوص فراولة، انا كنت عملت الحاجات دي كلها معاكم في فيديوهات قبل كده، هسيبها لكم كلها في صندوق الوصف. ممكن صوص شوكولاتة، ممكن نعمل فيها وردات بالقمع بتاع الكريم شانتيه بالشكل ده. ممكن تحطوا كريز، ممكن صوص مانجا، اي حاجة، مكسرات عندكم، بوريو، اي حاجة انتوا بتحبوها اعملوا الشكل اللي انتوا بتحبوه. لو في حد زيي بيحب صوص شوكولاتة كتير ممكن يقدمه بالشكل ده، او الكوبايات بالشكل اللي هتشوفوه قدامكم. الكوبايات اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد.